فيلمنا بيبدأ مع أفضل طباخ في باريس واللي اسمه جوستو، ومطعمه محجوز ل6 شهور قدام، واللي كتب كل وصفاته في كتاب وسماه الطبخ للجميع. لكن لكل ناجح بنلاقي أعداء، وده بيودينا للناقد الكبير اللي اسمه إيجو، واللي حاطط جوستو في دماغه ومش عاجبه أي حاجة، وبيقول له يعني إيه الطبخ للجميع؟ هو الطبخ ده لعبة ولا إيه؟ بنسيب ده كله وبنروح لريف باريس، وبنلاقي هناك فار مميز اسمه ريمي، واللي بيقدر يحدد مكونات أي أكلة بمجرد ما يشمها، وأخوه اسمه إيميل، أما أبوه فاسمه جون وكان زعيم العشيرة، واللي بيقدر ريمي ينقذه قبل ما ياكل حتة تفاح فيها سم. وعشان موهبته الجامدة دي أبوه بيشغله شمام يشم الأكل للعشيرة عشان يتأكد إن الأكل خالي من السموم. لكن هو مش عاجبه حال العشيرة وبيقول لأبوه طالما إحنا حرامية ليه ما بنسرقش أكل نضيف من المطاعم والمطابخ بدل ما بنسرق أكل من الزبالة؟ قال له باباه أولا إحنا مش حرامية، إحنا بناكل الأكل اللي الناس بترميه، وثانيا إحنا محظور علينا نقرب من الناس لأنهم أعدائنا. بس هو بيصمم على اللي في دماغه وبيدخل بيت ست عجوزة، وهناك بيستمتع بالفاكهة الطازة، وكمان بيشوف جوستو على التلفزيون وبينبهر بيه. ولما بيرجع بيعرف اخوه ايميل انه دخل بيت واكل هناك حاجات جميلة، وبيقول له ما يعرفش حد لان ده سر. لكن اخوه بيعرف العشيرة كلها. وتاني يوم بيخرج ريمي وايميل، وبيجهز ريمي اكلة جامدة من عيش الغراب والجبنة، بس بيكون ناقصها زعفران، فبيدخلوا يجيبوه من عند الست العجوزة. وقتها بيشوف جوستو على التلفزيون وبيعرف ان جاله حالة اكتئاب ومات لما ايجو نزل تصنيف مطعمه ل4 نجوم بدل 5، وساعتها بيزعل عليه جدا. في اللحظة دي بتصحى صاحبة البيت وبتشوفهم وبتضرب عليهم نار وبتحاول تقتلهم، فايميل بينط على النجفة وريمي بينط معاه، وبتضرب العجوز طلقة فبتيجي في السقف اللي بيقع قدامها، وبنتفاجئ كلنا ان العشيرة كلها موجودة لان ايميل فتن على ريمي وجابهم كلهم يتعشوا، وبيحصل هروب جماعي. لكن ريمي بيرجع ياخد كتاب جوستو، والعشيرة كانت مجهزة مراكب تهرب بيها من فتحة المجاري، وريمي بيعمل الكتاب مركب لكن مش بيقدر يلحقهم وبيختفوا من قدامه، وبيكون قدامه طريقين، ولسوء حظه بيمشي في الطريق الغلط والمية بتوديه لمكان بعيد عن اهله، فبيتصدم ومش بيبقى عارف يعمل ايه. وقتها بيفتح كتاب جوستو ويقعد يتسلى بيه، وبيتخيل ان جوستو بيكلمه وبيقول له سيبك من اللي ضاع منك واطلع شوك الدنيا واستغل موهبتك في الطبخ. وفعلا بيطلع وسط المدينة وبيلاقي نفسه في باريس، فبيستغل الفرصة وبيروح يدور على مطعم جوستو. في اليوم ده بنلاقي شاب اسمه لينجويني رايح يقدم على شغل في المطعم، وبنعرف ان والدته كانت متجوزة جوستو ومحدش يعرف، وماتت هي كمان بعد موته. وبنعرف ان الراجل القصير ده هو مدير المطعم واسمه مانيول، والشيف قال له احنا محتاجين عامل نظافة، فبيضطر يشغل لينجويني. اما ريمي فكان قاعد يتفرج عليهم من فوق، وخياله مصور له جوستو اكنه شخص بيكلمه ونفسه ينزل يطلع موهبته في الطبخ. وريمي بيشوف لينجويني وهو بينظف المطبخ وبيوقع الشوربة غصب عنه، وعلشان محدش ياخد باله بيزودها مية ويحط عليها اي حاجة بتقابله وبيبوظها، فبيتجنن ريمي من المصيبة اللي عملها لينجويني وبينزل علشان يصلح الشوربة. لكن طبعا تبقى مصيبة اكبر لو حد شافه او لقاه، ساعتها هيموته. شوية ولينجويني بيروح يدوق الشوربة فطعمها بيخليه يرجع، لكن ريمي بيروح يشم ريحتها وبيعرف ناقصها ايه، فبيغسل ايده وبيبدأ الشغل، فبيظبط الشوربة وبيحط توابله الخاصة عليها. ساعتها بتبقى الشوربة حاجة تانية، لكنه بيتفاجئ بلينجويني قدامه وكان شايف كل حاجة عملها وواقف مصدوم. في اللحظة دي بيدخل مانيول ياخد الشوربة، فبسرعة لينجويني بيخبي الفار قبل ما يشوفه، ومانيول بيفكر لينجويني حط حاجة في الشوربة فبيهزقه وبيقول له انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت مجرد عامل نظافة مش طباخ. ومن جنبهم بيجي الجرسون ياخد الشوربة علشان يقدمها للزباين، فلينجويني بيقول للمانيول الحقه بسرعة، بس بيكون فات الاوان وخرج للزبون. وبيجري مانيول يحط السلم بتاعه علشان يشوف رد فعل الزبونة، وبيتصدم لما بيلاقيها بتنادي على الجرسون اللي بيدخل يقول لهم دي عاوزة تشوف الشيف، فبيطلع مانيول يقابلها بنفسه وهو مرعوب. بعد شوية بيدخل يقول لهم ان الشوربة عجبها جدا، وبيطلع يدوق بنفسه فبيتفاجئ من طعمها الجامد، وبيمسك لينجويني ويقول له انت حطيت ايه في الشوربة؟ اتكلم بدل ما ارفدك. فبتيجي لونا وتقول له انت زعلان ليه؟ اهم حاجة الاكل عجب الزبونة، وجوستو كان قايل ان اي حد ممكن يطبخ. قال لها صح انا كنت بهزر معاه، وقال له اعمل حسابك هتعمل الشوربة دي بكرة تاني وقدامي. في الوقت ده ريمي لقى الشباك مفتوح وحاول يهرب، لكن مانيول شافه وحاول يقتله، فلينجويني مسكه وحطه في برطمان، ومانيول قال له روح موته بعيد عن المطعم من غير ما حد يحس، ما احناش عاوزين سمعة تطلع علينا. ولينجويني بياخده المكان بعيد وكان عاوز يرميه في المية، لكنه بص في عينيه فصوب عليه ومرضاش يموته، وقال له الشوربة اللي انت عملتها عجبتهم جدا وانت لازم تعلمني اعمل زيها. وبيوقعه في البحر غصب عنه، فبينزل يجيبه وبياخده مع البيت وبيقول له اعتبر نفسك في جحرك، وبيسيبه ويروح ينام. وتاني يوم بيتفقوا على طريقة يتفاهموا بيها مع بعض وبتنجح، لدرجة ان لينجويني بيزم عينيه وريمي بيتحكم في كل تحركاته. ولما لينجويني بيروح المطعم بيعمل نفس الشوربة وبتعجب مانيول، بس مانيول بيقول له علشان تشتغل طباخ لازم تتعلم
تتعلم تطبخ كل الوجبات، وطلب من لونا تعلمه لكنها كانت عصبية عليه حبتين. ومانيول بيسيبهم ويدخل مكتبه، وبالصدفة بيلاقي جواب قديم على مكتب جوستو، وبيعرف منه إنه جوستو كان متجوز ريناتا أم لينجويني. وبسرعة بيتصل بالمحامي اللي بيقول له إن الوصية بتقول إن لو ظهر وريث شرعي لجوستو هياخد منك المطعم. فبيتصدم لأنه عرف من الجواب إن لينجويني ابن جوستو، لكن المحامي كان ذكي وبياخد شعرة من طاقية جوستو، وطلب من مانيول يجيب له شعرة من لينجويني علشان يعمل تحليل DNA. في الوقت ده كانت لونا بتعلم لينجويني شغل المطبخ وبتديله أسرار ونصايح جوستو، وبدأ لينجويني يعجب بيها. وبعد الشغل مانيول وهو مروح بيشوف الفار مع لينجويني، فبيرجع علشان يتأكد، لكن طبعا الفار اختفى. وبعد كام يوم الزباين طلبوا وجبة جديدة على ذوق الشيف، وطبعا مانيول بيستغل الفرصة علشان يدمر لينجويني ويطرده، فطلب منه يعمل كلاوي وكرشي على طريقة جوستو. وبيروح الشيف لاروس لمانيول وبيقول له انت مجنون، انت عارف ان دي افشل وصفة عند جوستو بنفسه هو اللي قال كده. ولما لونا بتقرا مكونات الوصفة طبعا ما بتعجبش ريمي، وبدأ ريمي يخليه يعمل وصفة على ذوقه هو، ولونا بتقول له ده مش وقت تجارب، اعمل الوصفة زي ما هي مكتوبة، لكن ريمي بيتجاهلها وبيعمل وصفته هو. والجرسون بياخد الوجبة ويقدمها، وبعد شوية بيدخل يقول لهم ان الوصفة عجبت الزباين، وكلهم بيسألوا عن الشيف لينجويني وعايزين وصفته المخصوصة. ومانيول بيتغاظ جدا من اللي بيحصل ده وبيبدأ يراقب لينجويني، فبالصدفة بيشوف خيال الفار جوه الطاقية بتاعته، ولما بيشدها من على راسه مش بيلاقي حاجة، لأن لينجويني طلع ريمي بره واداله أكل وسابه علشان يرتاح. فبياخدوا المكتبه وبيشربوا خمر علشان يتسطل ويعرف منه ايه سر موهبته في الطبخ دي. ولينجويني بيشرب الإزازة كلها، لكن برضه مانيول ما بيطلعش منه بنتيجة. وفي وقت ما كان ريمي قاعد ياكل قدام المطعم بيسمع صوت حد بيتحرك، فبياخد السكينة وبيروح يشوف في ايه، والمفاجأة انه بيلاقي قدامه اخوه إيميل، وبيكون مبسوط جدا لما بيشوفه، وقال له ارمي الزبالة اللي بتاكلها دي، وجاب له احسن اكل في المطعم. وريمي بيقول له تعالى معايا وارجع للقطيع. واول ما باباه بيشوفه بيعمل له حفلة جامدة، بس هو بيقول لباباه انا مش هعيش معاكم، انا لقيت مكان هعيش فيه وهزوركم من وقت للتاني. فطبعا باباه بيتعصب عليه، خصوصا لما بيعرف انه عايش مع بني ادم، وبياخده يوريله محل بيبيع مصايد للفيران وعارض صورهم وهم ميتين، وبيقول له لازم تعرف ان البني ادمين مش اكتر من اعدائنا. بس هو برضه بيسيب باباه وبيرجع للمطعم. وفي نفس اليوم بنلاقي مساعد الناقد ايجو داخل عليه وبيقول له انت عرفت ان مطعم جوستو رجع تاني اعظم مطاعم باريس؟ قال له ازاي ده حصل؟ انا لازم اروح اجرب اكلهم بنفسي واقيمه. وفي الناحيه التانيه المحامي بيقول لمانيول ان تحليل DNA اثبت ان لينجويني ابن جوستو، وكده بقى لينجويني الوريث الشرعي للمطعم. ومانيول بيتجنن وبيطلب منه ما يقولش لحد السر ده. وبعد الشغل لونا اخدت لينجويني توصله في طريقها، ومن سرعه الموتوسيكل بيقع ريمي من على دماغه وبيهرب بسرعه قبل الناس ما تموته وبينزل للمجاري. وتاني يوم وهو رايح المطعم بيلاقي إيميل اخوه واقف على الباب وجايب معاه العشيره كلها علشان ياكلهم. ولما ريمي بيدخل يجيب لهم الاكل بيلاقي المخزن لسه مقفول، فبيدخل مكتب مانيول علشان يجيب المفتاح، وبالصدفه بيشوف الوصيه في الدرج، وكمان بيشوف تحليل DNA اللي بيثبت ان لينجويني ابن جوستو. فبيفرح ريمي جدا، لكن مانيول بيدخل عليه فجأة، فبسرعة بياخد المستندات ويهرب. ومانيول اخد الفيسبا من لان وجري وراه علشان يمسكه، لكن ريمي بينط على مركب في البحر ومانيول بيقع في المية. وبعد شوية رجع المطعم فاكتشف انهم عرفوا الحقيقة، وكده المطعم رسمي بقى ملك لينجويني. فبيضطر يسيب لهم المطعم ويمشي، وبيفضل يفكر في الطريقة اللي هينتقم بيها من لينجويني. وفي وقت قصير بيشتري الشيف لينجويني وبيعمل مؤتمر صحفي، وبيسألوا الصحفيين عن سر إلهامه في الطبخ، فبيقول لهم إنها لونا، والكلام ده طبعا بيضايق ريمي. وفجأة بيدخل عليهم الناقد الكبير أنطوان إيجو وقال له أنا جاي علشان أقيم الأكل بتاعك، اعمل حسابك إن بكرة هكون عندك في المطعم ويا ريت أكلك يعجبني. وفي الناحية التانية مانيول بيتصل بمفتش الصحة وبيبلغ إن مطعم جوستو فيه فار، فقال له خلاص انا هعدي عليهم بعد شهرين. ولينجويني بعد المؤتمر بيتعصب على الفار وبيقول له انا مش الدميه بتاعك اللي انت بتتحكم فيها، براحتك، ومش انت لوحدك اللي بتعرف تطبخ، لونا كمان بتعرف تطبخ احسن منك. ومانيول كان مراقبهم وبيعرف ان الفار هو اللي بيطبخ. اما ريمي فكان متضايق جدا من لينجويني وبيقرر ينتقم منه لأن الفلوس والشهرة غيروه. وأول ما المطعم قفل جمع العشيرة كلها ودخلوا يخلصوا على الأكل اللي في المخزن. ولما لينجويني بيرجع البيت مش بيلاقي ريمي، فبيرجع المطعم علشان يدور عليه ويعتذر له، وقال له أنت السبب في كل النجاح اللي أنا وصلت له، أنا آسف، أنا كنت مضغوط. بس لما بيدخل المخزن بيلاقي العشيرة كلها قدامه، فبيتعصب عليه تاني وبيطردهم من المطعم، وقال لريمي لو قربت من هنا تاني هقتلك. فبيمشي وهو زعلان، لكن مش هين عليه يسيبه لأن الناقد إيجو جاي بكرة وهيكتب تقييمه عن المطعم. وتاني يوم بيروح ريمي واخوه للمطعم، وبالصدفة اخوه بيشوف حتة جبنة في مصيدة وبيجري علشان ياكلها، لكن ريمي بينقذه وبيتحبس هو. والمفاجأة ان مانيول هو اللي كان حاطط المصيدة، وقال له ان ايجو على وصول، وريني بقى هتساعد لينجويني ازاي.
وبيحبسه في شنطة العربية. وبعد شوية بيوصل إيجو للمطعم وبيقول لهم أنا عاوز أجمل وجبة عندكم. وفي نفس الوقت بيدخل مانيو للمطعم متنكر وبيطلب نفس وجبة إيجو. وطبعا لينجويني في ورطة كبيرة من غير ريمي وقال لهم نسيت كل حاجة. فبيقولوا له إيه الهبل اللي أنت بتقوله ده؟ وريمي قاعد لوحده في المصيدة وبدأ يفقد الأمل، لكن باباه وأخوه بيوقعوا تمثال على شنطة العربية وبيكسروها وبيدخلوا يفتحوا له المصيدة وبيجري بسرعة على المطعم علشان ينقذ لينجويني. وأول ما بيدخل المطعم الطباخين بيشوفوه ولسه هيموتوه، فبيمنعهم لينجويني وبيقول لهم على الحقيقة من أولها، وقال لهم إن ريمي هو اللي كان بيطبخ. المشكلة إنهم كلهم تخلوا عنه ومشوا، حتى لونا كانت هتضربه وهي ماشية. ولينجويني فقد الأمل ودخل مكتبه. وفي الوقت الصعب ده بيجي جوني وبيقول لريمي ما تزعلش، أنا هساعدك أنت وصاحبك تعملوا اللي أنتوا عاوزينه. وبينادي على العشيرة كلها وبيأمرهم يساعدوا ريمي في المطبخ. وفي اللحظة الجامدة دي بيدخل عليهم مفتش الصحة وبيتصدم من منظرهم. فريمي بيقول لهم روحوا هاتوه بسرعة، ده مفتش الصحة. وفعلا بيكتفوه ويجيبوه ويرموه في المخزن. وريمي بيقسمهم لمجموعات، كل مجموعة مسؤولة عن طبخة معينة. ولينجويني طلع من مكتبه واتفاجئ إن الفيران بتطبخ كل حاجة. وريمي بيدوق الأكل وبيديلهم التعليمات. شوية وبترجع لونا، وأول ما بتدخل بتتصدم من الفيران وبتقرف من منظرهم. وقبل ما تخرج لينجويني بيلحقها وبتساعدهم ينجزوا الأكل. والفار بيطبخ لهم خلطبيطة بالصلصة وبيخلي لينجويني يقدمها لإيجو نفسها المانيول. وأول ما إيجو بيدوق الأكل بيتفاجئ من جماله وبيرجع بالذكريات لأيام ما كان طفل ومامته كانت عاملة له نفس الأكل، واتصدم من جمال طعمه لدرجة إن قلمه وقع منه. ومانيول كمان بيتصدم من طعم الأكل وبيدخل يشوف مين اللي طبخ، فبيتفاجئ من منظر الفيران اللي قدامه وبيكتفوه في المخزن مع مفتش الصحة. وإيجو بيشكر لينجويني على الوصفة الجميلة دي. قال له بس مش أنا اللي عاملها. قال له أمال مين؟ قال له لو حابب تشوفه لازم تستنى معانا لغاية الناس كلها ما تمشي. قال له تمام ما عنديش مانع. وفضل قاعد لحد الزباين كلهم ما مشيوا. بعدها لينجويني جاب له الفار وقال له ده اللي عمل كل الأكل اللي انت شفته. فاتصدم ودخل معاه المطبخ علشان يشوف ويتأكد بنفسه. وقال لهم ده أجمل وأعظم أكل دقته في حياتي. وتاني يوم المطعم اتقفل بسبب مفتش الصحة وأسسوا مطعم جديد. وطبعا ريمي بقى هو الشيف المسؤول عن المطبخ، وإيجو الناقد العظيم بقى واحد من أهم الزباين. ولغاية هنا بيخلص فيلمنا. استنونا مع الفيلم الجديد ونشوفكم على خير.